خابي لام أصبح مكروه من قبل جمهوره، وأصبحوا يلقبونه بالعنصري. ما هو سبب وما هو أحدثه؟ في البداية لازم نتعرف عليه. خابي لام أو خابي لام هو نجم من نجوم السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي بالعربية. ولد خابي لام في الألفينات من شهر 9 مارس في السنغال، لكنه في صغره انتقل إلى إيطاليا. هو يعتبر مؤثر كبير على منصة التيك توك، ويعتبر من أكبر المشاهير على منصة التيك توك، حيث يبلغ عدد المشتركين 132 مليون مشترك، غير المشاهدات التي تبلغ بالملايير التي حققها، حيث حقق هذا العدد في ظرفة وجيزة في مدة قصيرة. يعرف خابي لام بالمقاطع الفيديو الكوميدية التي تتضمن ردود فعل غير لافظة على مقاطع فيديو أخرى، حيث يظهر بطريقة فكاهية كيف يمكن أن تكون الأمور سهلة وبسيطة، حيث بأسلوبه الفريد في تقديم المحتوى الذي يعتمد على ردود فعل أو تعبيرات وجهية وجسدية وحركات، بحيث جعله هذا المحتوى الذي يقدم جعله من أشهر وأكبر المؤثرين على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك. ولكن بعد شهرته الكبيرة واجه خابي لام انتقادات وتعليقات عنصرية من المتابعين. راح استعرض لكم بعض التعليقات التي واجهها خابي لام والانتقادات. لقد جعلنا الشخص الخطأ مشهور، لم يعد عصرك بعد الآن، لماذا جعلنا هذا الرجل مشهور؟ هذه البعض من التعليقات السلبية التي واجهها خابي لام، ويوجد بعض التعليقات التي لا أستطيع عرضها في المقطع لأن أكثر سوء وأكثر عنصرية وترى أبشع ويوجد فيها كلمات سوء. ما هو السبب اللي خلى خابي لام يواجه كل هذه الانتقادات؟ السبب يرجع إلى بعد منافسته مع المؤثرة الشهيرة الأمريكية شيرلي دايموند. على مين راح يكون أكبر قناة على تيك توك، ولكن متابعين شيرلي دايموند اتخذوا الموضوع منعطف آخر، حيث بدأوا يسبون في التعليقات فيديوهات خابي لام، حيث بسبب المسبات خابي لام بطل ينزل مقاطع، وأصبح ينزل مقاطع فقط يروج فيها لإعلانات شركات لمدة سنة. لكن بعد مرور السنة فوق خابي لام على شيرلي دايموند وأصبح أكبر قناة في التيك توك، ولكن التعليقات السلبية ما زالت موجودة. لما تكون تسعى لتحقيق أهدافك وتطمح أن ترتفع في سلام، تلقى حواليك تعليقات وآراء كتير بعضها إيجابية، لكن أكيد في كمان نصيب من التعليقات السلبية اللي ممكن تواجه. هذه التعليقات رغم قسوتها أحيانا هي جزء من طبيعة من رحلة كل واحد فينا لتحقيق طموحاته. المهم أنك تدرك أن الطريقة التي بتتعامل فيها مع الآراء السلبية هي اللي تفرق بين الناجحين وغيرهم. لما تتعرض لانتقادات بدل ما تأخذ بشكل شخصي أن تسمع لها تخليك تحس بالإحباط، حاول تبني موقف إيجابي واعتبرها فرصة تتعلم منها وتنمو. في كل انتقاد ممكن يعمل درس قيمته تعزيز مهارات ويساعدك في التحسين من أدائك. ممكن تلقى أن القيمة اللي تحاول توصل لها مو بس محيطة بالأصوات المشجعين، لذلك من المهم أنك تظل متمسك برؤيتك وأهدافك، وتذكر أن نجاحك الحقيقي مو معتمد على آراء الآخرين بل على إصرارك والعزيمة اللي في داخلك. استخدم التعليقات السلبية كوقود يدفعك إلى المزيد من الإنجازات والإبداع، ولا تدع تعيق تقدمك. في النهاية كل تجربة سواء كانت إيجابية أو سلبية تساهم في تشكيل مسيرتك وتطور شخصيتك. قد وصلنا لنهاية المقطع، حاولت تلخيص الفيديو قد ما أقدر لكي ما يكون ممل. مشكورين على المشاهدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا تضغطون على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة. اكتبوا لنا تعليقاتكم تحت وشاركونا آرائكم وأفكاركم، ونشوفكم في الفيديو جاي.